بسم الله. عمرك سمعت عن شغلانة بتتكتب لك قبل ما تتولد؟ مش اختيار ومش قرار، ده قدر. شغلانة بتبتدي من أول مرة تشم فيها ريحة الطين المبلول، وتنتهي لما تبقى واقف لوحدك تحت الأرض والكشاف هو آخر نور في حياتك. دي مش حكاية واحد سرق، دي حكاية تربي. واحد شغله يفتح التراب، ينظف العظم، ويقف قصاد الموت كل يوم لحد ما الموت قرر يقف قصاده. الساعة 2:30 بالليل، باب عمال يتخبط عليه خبط تقيل، رجالة واقفة صف وتابوت قدامهم، وكلمة واحدة اتقالت بهدوء يخوف: هنزل الأمانة ديت النهاردة، ومش عاوزين دوشة. فلوس كتير، تصريح مفيش. ومن هنا لازم تحس إن في حاجة مش صح. الكفن اتفك، الناس اختفت، والقبر بقى فاضي، وسنتين دهب بقوا بيلمعوا في الضلمة. من اللحظة ديت الموضوع ما بقاش سرقة، بقى لعنة. قطة بتبص بعين ثابتة، خبط على الباب ومفيش حد، صوت خطوات في نص الليل، واسنان دهب بتختفي من الطبق وتظهر في بق كائن مش حي. ولما التربة بتقفل والكشاف يفصل وصوت الزحف بيقرب، ساعتها هتعرف ان في حاجات ما ينفعش تتاخد من الموت، لان الموت بيرجع حقه. والسؤال اللي هيفضل معلق لحد آخر سطر: اللي حصل ده كان مسخ حقيقي، ولا عقل واحد اتكسر من الفقر والذنب؟ ولو كل ده وهم، ازاي لقوا سنتين دهب في بقه بعد ما مات؟ اسمع واوعى تنسى، مش كل اللي بينزل القبر بيطلع لوحده. انا شايف ان انا طولت عليكم في المقدمة، يلا بينا بقى كده على السريع ندخل في الجد ونحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها. سمعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. نباش القبور. عمري ما فكرت ان هيجي يوم واحكي فيه اللي حصل لي. انا شغال شغلانة بتتحدد اول ما بتتولد، وزي ما والدي وافق بيها كان لازم انا كمان اوافق بيها. اهي شغلانة الحمد لله والسلام. اهي الشغلانة اللي بتتحدد من قبل ما بتتولد. انا شغال تربي، بس ايه؟ تربي ابا عن جد، متجوز ومخلف ربيع. وزي ما انا ما كانش ليا رأي في الدراسة، قررت اني هعلمه واخليه يطلع معاه شهادة كبيرة. بس هو ما حبش العلام وطلع منه، وقرر انه هيشتغل شغلانة ابوه وجده والعيلة كلها. في يوم كنا قاعدين انا وام ربيع على الساعة 2:30 بالليل، مرة واحدة سمعنا الباب بيخبط، بس خبط شديد جدا. بصراحة انا طنشت مرة واتنين، بس لما لقيت تكرار على الباب قمت بسرعة وبقول: مين اللي جاي دلوقتي؟ يمكن حد عايزني افتح التربة علشان في دفنة الصبح. لقيت مراتي بتقول لي: خير خير. فتحت الباب وشفت شخص كان لابس شيك جدا، بدلة ونظام، وكان معاه ناس كتير وكلهم كانوا واقفين زي صف، ووراه كان الناس قدامهم تابوت. لقيته بيقول: تربة جلال. قلت له: مالها؟ قال لي: هنزل فيها الأمانة ديت. ازاي؟ محدش اتصل بيا من كام ساعة علشان افتح التربة وتتهوى. مفيش حد كان معاه رقمك اصلا. طب عاوز اشوف التصريح بتاع الدفن. لكنه حط ايده في جيبه وطلع رزمة فلوس كتير قوي وقال لي: احنا عنينا ليك يا باشا، اي تصريح تحت امرك، بس نخلص النهاردة والحاجة تنزل. وبعد كده سكت. الصراحة منظر الفلوس يخلي الجبل لازم يتحرك. رحت عند التربة اللي قال لي عليها وفتحتها، وطلبت منهم انهم يستنوا عقبال ما انزل انضف التربة من اي عظم. وانا نازل سألتهم: هي الجثة راجل ولا حرمة؟ بس ما لقيتش حد من اللي واقفين معاه رد. لقيته بيقول: راجل. نزلت عند عين الرجالة وابتديت انضف، خلصت وطلعت علشان ننزل الجثة. ساعدوني ونزلناها. المفروض اول ما بتنزل بنرخي الكفن عند منطقة الراس، لكن وانا بعمل كده كلهم سابوني وطلعوا. فكيت الكفن بسرعة وطلعت علشان احاسبهم، وبعد كده انزل اكمل توضيب الجثة. لكن لما طلعت ما لقيتش ولا واحد. المكان كان هص خالص،
ولا كأن حد كان هنا أصلا. دول كانوا أكتر من 20 واحد. لقيتني بقول يا ولاد الإيه، كلوا عليا حق الدفنة، بس هعرف اخد حقي ازاي. نزلت تاني التربة وطلعت الكشاف ورحت عند الجثة. بقيت اشوف صوابعها لابسة خاتم. لقيت خاتم شكله فخم جدا، كان معصلك جدا. قعدت اخبط بالكشاف على ايده لحد ما الخاتم ابتدى يطلع من صباعه. وانا بمشي بالكشاف على وشه لقيت في حاجة بتلمع. ولما رجعت الكشاف لقيت حاجة غريبة قوي، سنتين دهب. كانوا السنتين الأماميين. ابتديت أشد في السنتين لحد ما طلعوا. كانوا 2، وبعد كده قلت كده كفاية قوي، سنتين دهب وخاتم شكله غالي جدا. وقررت إني هاخد الكفن برضو علشان هبيعه. خلصت وخرجت من التربة وقفلتها، وبعد كده روحت. لما روحت خبيت الحاجة في أوضة الضيوف. أول ما خرجت من الأوضة لقيت مراتي كانت مستنياني. قالت لي اتأخرت ليه؟ قلت لها ولاد الايه مشوا من غير ما يحاسبوني. كان الوقت ساعتها داخل على الساعة 4:30. قررت ان انام علشان اليوم فعلا كان طويل جدا. ولما صحيت تاني يوم قعدت افكر في الحاجات اللي انا اخدتها ديت، وقعدت اقول ان الخاتم ده شكله غريب جدا، مع انه فخم قوي. بس الخاتم ده خسارة يتفرط فيه، لكن السنان مسيرها تتسيح وتبقى حاجة تانية. وقررت ان بالليل هطلع اسيح حتتين الدهب اللي معايا لحد اما يبقوا كتلة، وابقى اوديهم عند السايغ، علشان لو رحت بيهم دلوقتي هتقفش اني بسرق، فاخش في سين وجيم. وفعلا استنيت بالليل واحنا بنتعشى الباب خبط. قمت جاري، افتكرت ان الناس بتوع امبارح رجعوا تاني. مراتي قالت لي تلاقيهم افتكروا انهم نسيوا يحاسبوك. فتحت الباب ما لقيتش حد. قفلت الباب ورجعت اكمل اكل. وبعد ما خلصنا العشاء نفس الخبطة حصل تاني. مراتي كانت أقرب للباب ففتحت هي، لكن لما فتحت لقت قطة قاعدة قدام الباب. لقيت مراتي دخلت في هدوء المطبخ وجابت كام لقمة متبقيين من العشاء وحطتهم قدامها، وقالت شكلها شمت ريحة العشاء. كل ده والقطة ما بتبصش غير عليا. رحت قايم هشيشها وقفلت الباب واستنيتهم لحد ما ناموا، وخرجت بالسنتين والكشاف في ايدي وولعت البوتاجاز الصغير اللي بعمل عليه شاي، وحطيت السنتين في طبق صغير علشان يسيحوا. قعدت شوية بس ابتديت اسمع صوت خطوات، وانا قاعد في مكاني قعدت اقول مين، وشغلت الكشاف وقعدت احركه يمين وشمال لحد اما لقيت ان في حاجة بتلمع. ولما رجعت لها بسرعة لقيتها القطة ابتدت تطلع صوت غريب. وهي بتعمل الصوت ده فتحت بقها، لقيت السنتين الدهب. بصيت على الطبق اللي قدامي اللي كانت فيه السنان لقيته فاضي. قمت بسرعة أجري ناحية القطة، لكن أول ما قمت من مكاني القطة بدأت تجري. قعدت أجري وراها بس هي كانت عارفة بتجري وهي رايحة لفين. راحت عند التربة المشؤومة اللي ابتدت الحكاية عندها، كانت مفتوحة. نورت بالكشاف جوه لكن ما لقيتش فيها حاجة ملفتة للنظر، بس لوهلة كده حاجة عدت بسرعة جوه التربة. قررت إني هنزل علشان أشوف إيه موضوع الحاجة ديت اللي طلع مرة واحدة. لكن أول ما نزلت لقيت الكشاف اللي في إيدي فصل مرة واحدة. ولما جيت أطلع باب التربة اتقفل في وشي. وقعت على السلم وقمت سندت نفسي وقعدت على أول درجة من السلم، وقعدت أعيط وأنا بقول ما أنا لو ما سرقتش الجثث مش هلاقي آكل. هو الجثة اللي بندفنها كل كام يوم يفتحوا بيت؟ أنا لو ما كنتش بطلع حسنة من الطلاب كان زماني ميت، أنا والولية والواد. وفي عز ما أنا بتكلم قلبي ابتدى يدق بصوت عالي لدرجة إني سامع صوت الدقات. صوت الزحف ابتدى يقرب أكتر. ما قدرتش أعمل أي حاجة غير إني فضلت أنفجر في العياط. وقعدت أقول سامحني أنا أذيتك، هرجع لك الحاجة اللي أخدتها منك، بس تسيبني أخرج من هنا. مسكت الكشاف تاني وقعدت أحاول أشغله، بس الحمد لله اشتغل. وجهته ناحية العين بتاعت الراجل علشان كان في صوت الزحف لسه موجود. وانا في عز فرحتي ان الكشاف نور لقيت الجثة مرة واحدة بتظهر لي قدام باب العين وبقها مفتوح على الآخر. واللي خلاني أبص على بقه السنتين الدهب اللي كانوا بيلمعوا فيه، والكفن اللي مكشوف من على وشه واقف ثابت كأنه بيتأمني. وفي عز ما هو واقف الكشاف ابتدى يرتعش ومرة واحدة قطع خالص. في عز ما أنا بستنجد بيه ابتديت أخبط عليه علشان هو آخر أمل ليا. وبعد خبطتين اشتغل،
لقيت الكائن ده قرب خطوة والكشاف فصل تاني. حاولت أشغله، ولما اشتغل لقيته قرب خطوة تاني وبعد كده فصل برضه، وأنا عايزه يشتغل علشان أعرف الكائن ده فين. اشتغل فعلا، بس ما لقيتهوش قدامي. سمعت صوت زحف ورايا، بوجه الكشاف ورايا لقيته الكائن ده، ومرة واحدة خبطة جامدة على دماغي خلتني مدراش باللي حواليا. صحيت من النوم لقيت نفسي في مستشفى. أول ما فقت لقيت دكاترة اتلموا حواليا، والكلمة الوحيدة اللي اتقالت: الحمد لله على السلامة. مستشفى بروس للعلاج النفسي. يقر الدكتور إبراهيم عزت أنه المسؤول عن حالة المريض نور السيد. يدعى بأن هناك مسخ داخل تربة ما قام بضربه، والحقيقة هي محاولة الأستاذ نور في الانتحار أكتر من مرة بعد عدم مقدرته على تحمل خبر وفاة زوجته وابنه في حادث انفجار أنبوب غاز بسبب تسريب منذ أكثر من عامين. الأستاذ نور محجوز في هذه المستشفى منذ ذاك الوقت. الشيء الوحيد الذي يستمتع به هو سماع بعض القصص المسجلة. أستاذ نور طلب ورقة وقلم علشان كان عايز يكتب جواب، وإحنا علينا إن إحنا نوصله في سبيل مساعدته. بعد أن تأكد أن الجواب كان وصلك، بالفعل حاول الانتحار مرة أخرى، ولكن في هذه المرة نجح. نور قام بطعن نفسه في عينه مستخدما القلم، وتوفى أثر النزيف الناتج عن فقع العين. الجواب خلص لحد كده، بس أنا مش عارف إيه اللي كان ممكن يساعده لما انشر القصة. بس في كام حاجة كده أنا مش فاهمها. يعني مثلا لما الباب خبط ومرات الأستاذ نور فتحت ولقت قطة، وبعد كده نعرف إن هي متوفية من 2 سنين. تاني حاجة لما الباب خبط والناس كانوا بره ومراته قالت له إن ده خير ليك، معنى كده إنه ما كانش فيه جثة من الأساس، وإن كل الموضوع عبارة عن صدمة والأحداث من تخيلات عم نور. إيه ده؟ ثواني كده، في آخر الرسالة لقيت سطر صغير مكتوب: لما مات عم نور لقيوا سنتين دهب جوه بقه. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشجعونا باللايك والاشتراك والكومنت الجميل. تصبحوا على خير.